السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المنيسات الغاليات كاملين، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا الفيديو اليوم على قناتي وقناتكم شهوات ياسمين. نتمنى يعجبكم الفيديو وينال اعجابكم، كون خفيفه ظريفه على القلب ديالكم. واللي عجبوا الفيديو اليوم ما تنسانيش من اللايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. وندوز تشوفوا معايا الشكل ديال هاد الغريبه د الكوك. غنوجد معكم معلكه د الكوك ولا غريبه د الكوك. كتجي جديده بزاف، ناجحه واقتصاديه كما كتشوفوا، ناجحه مشققه ودغيا كتوجد في الخلاط. غنوجدها معكم في الخلاط دغيا في ساع كتوجد. الشكل ديالها هو هذا، كتجي شاكره راسها كما تشوفوا، ناجحه ما سايحه ما والو، مشققه ولذيذه اقتصاديه. درتها بهذا اللون باشكال هذا، درتو باللون بالملون احمر، وهذا طبيعي خليته. نتمنى تعجبكم. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. غنجيبوا واحد خلاط كهربائي اللي متوفر في كل بيت، وكنجيبوا 3 البيضات درجه حراره المطبخ، كنديرهم فيه وكنجمعوا جميع المكونات في هذا الخلاط باش كتساعدنا، كتجي مزيونه وناجحه. وفي نفس الوقت هذا السكر دغيا كيذوب في الخلاط وما كتسيحش معنا الغريبه. حنا بيدينا بعض المره كنقنطوا، ما كنبقاوش نطلعوها في هكا، ندوبوا هذاك السكر، كنزربوا عليها ونديروا القوام في التالي كتسيح لينا. هنا هذا الخلاط ما غاديش يخليها تسيح معكم. درت كاس العنبه الزيت وواحد الياغورت على السكر كما شفتوا، على السكر والبيض. ودرت 2 معالق د الكونفيتور د المشماش وقبيصه د الملحه. المكونات راهم باينين. ومنين طحنتها شفتوا القوام ديالها، كتجي كريميه وديك السكر كيذوب. نعاود معكم المقادير. درت 3 البيضات، قبيصه د الملحه، كاس د العنبه د السكر، وكاس د العنبه د الزيت، ويا واحد دانون صغير، و2 معالق ديال الكونفيتور صافي. كنديروا هنا 250 غرام د هاد الكوك الميدم، ماشي هذاك الرقيق اللي كيكون مطحون بزاف، هذاك ما كيكونش زوين. ها هو زوين، هو هذا كيكون كتحكو مع يدك، كتبقى تبرك عليه مع يدك، كيطلق الزيت، كيطلق شويه الزيت. هذاك هو زوين، كيكون غليظ شويه. هذاك هو الزوين ديال الغريبه. والا استعملته هو 100% غادي نشح معكم. الا استعملتوا الكوك الاخر راه ما تنجحش معكم، ما غاديش تطلع لكم كما طلعت لي انا دابا. كنفركوا هاد الشيء مزيان، هاد المكونات مع الكوك كنمعكو مزيان، كنفركوا العجينه مزيان بهذا الشكل هذا حتى يطلع، نحسوا بهذاك الكوك رجع ولا رطاب مع بين يدينا، ولا رطب ما بحال اللي كيطلق ديك الزيت ديالو، كيبقاش يابس باش ما يجيش يابس في الغريبه، وكيجي مفروز. ما ملي كدمكو مزيان ما كيجيش باين في الغريبه. كنضيفوا هنايا السميده الرقيقه تدريجيا. انا درت هنا بالمعلقه، حسبت بالمعلقه. دابا راني درت 4 المعالق ديال السميده رقيقه. وانا غدا وانا كنزيد على عيني ميزاني. المهم انا منين درت هذا الكوك هذا ما هزاتليش بزاف ديال السميده. اما الا درتو اللي كيزيد يشرب راه ما غتهزلكمش بزاف السميده عاد. وانا هزت لي، انتما غادي تشوفوا شحال هزات لي ديال المعالق. اما هذاك اللي كيشرب ما غيهزلكمش بزاف ديال السميده. وحتى هذا غير هو ضيف دابا 2 ديال المعالق ديال السميده، وغنضيف عليها واحد الخماره وغادي ندمك مزيان. كما قلت لكم حتى هذا الكوك هذا ما كيهش بزاف السميده، غير الا جريتو العجينه. الا ضفتو المقادير كتار من القياس
غتهز لكم بزاف السميده. اما الا درتو هاد المقادير هادي مضبوطه ومع هاد النوع د الكوك هذا راه ما غيهزلكمش كثر من هادشي اللي درت دابا انا د السميده. صافي دابا راها تجمعات لي العجينه، خاصها ضروري تبقى بهذا الشكل هذا، ما مرخوفه ما قاصحه. كما قلت لكم الا جريتو العجينه راه غتهز لكم بزاف السميده وغتجيكم قاصحه، الغريبه غتجيكم قاصحه وما غاديش تشقق كاع، غتبقى تما بحال الحجره. يعني خصكم تركزوا على النوع ديال الكوك، ضروري يكون هو الزوين باش ما تهزلكمش بزاف السميده. صافي قسمت العجينه وغندير في هذيك معلقه ديال قشور الليمون ونجيب شويه د الماء وغادي نشكلها كورات. في هذا السكر كلاصي هذا السكر خصو يكون نوعيه مزيانه سبيسيال، وإلا ما توفرش عندكم توفر هذاك العادي غتضيفوا معاه واحد 2 معالق ديال النشا باش تبقى يبقى سكر كلاصي لاصق على الغريبه وباين وكما ما كيذوبش فيها ويتحرق. انا هنا درت سكر كلاصي نوعيه زوينه وسبيسيال كيجي كيطلع الغريبه واعره. صافي هنا غادي نشكل معكم هذه الاولى وعاد غادي ندوز لهذيك النص ديال العجينه الاخر ندير له الملون. ما بغيتش ندير الملون في الاول باش ما يقسليش العجينه هذه. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا حتى نسالي كلشي. والفران دابا راه شاعل من الفوق ومن التحت سخون بزاف، ومنين كندخل الغريبه كنقص ليه غير واحد شويه ما بين وبين العافيه ما بين وبين، وكنديرها العافيه من الفوق حتى كتشقق وعاد كنشعل عليها من الفوق ومن التحت. انا عندي الفران ديال الضو كنشعل عليها من الفوق ومن التحت. اما نتوما الا كانت الغاز كديروها من التحت تتشقق عاد طلعوها من الفوق باش تحمر من التحت. انا جيت لهاد الاخرى راها كطيب وجيت لهاد العجينه هذه ضفت لها واحد شويه ديال ملون. انا بغيتها تجي ناعمه ورديه، بغيتو تجيكم حمرا بزاف، ما بغيتش انا داك اللون هذاك. غتضيفوا الملون، انا ضفت غير شويه باش تجيني غير بهذا الشكل هذا وردي. صراحه هذا الشكل هذا راني زدت منه، زدت 3 البيضات اخرين بوحده ودرت له ملون القياس اخر. اما هذا راني شاركته معكم والاخر ما شاركتوش معكم. منين ساليت ضفت 3 البيضات اخرين ودرته غير بلون واحد، غير بلون هذا. نتوما بغيتو كميه كبيره ديروا 6 البيضات وجوج خمارات، كل 3 البيضات فيهم خماره. انا قسمت العجينه شاركت معكم 3 البيضات دابا، ومنين ساليت عاد زدت منها حيت جات واعره وزوينه وعجباتني وانا نضيف منها. صافي تكيت عليها هكا بيدي باش تجي واحد الحفيره ودخلتها للفران كما قلت لكم من الفوق، وعاد درتها عاوتاني من التحت باش تحمر من التحت وجات بهذا الشكل هذا. ماشي ضروري انكم تحمروها كاع، غير بيد ما تشقق طيبوها من التحت تحمر من التحت، ومن الفوق خليوها في هذا اللون هذا كتجي زويونه ومنظوره وزويونه ومشقه. راه شاكره راسها براسها بلا ما نزيد نشكرها، كتجي واعره. هذه هي اللي باللون الغوز اللي درت لها ملون، كتجي واعره كتجي هشيشه، واحد الهشاشه واحد اللذه فيها. البنات غزاله ما شاء الله فنه. كنتمنى تجربوها ويكون الفيديو خفيف ظريف على القلب ديالكم، ما نكونش طولت عليكم. وما تنسونيش من لايك الا عجبكم الفيديو واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. نتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده، ونقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وبجميع المتمنيات اللي كتمنوها في بالكم. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي معلكه من الداخل كما قلت لكم. ديك الكوك ما كيجيش باين. يلا نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.